مشاهدي قنوات بي سبورتس في كل مكان، طابت اوقاتكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى اجواء اخذ الكؤوس الاوروبيه، وهذه المباراه الناريه المنتظره بين الانجليز والالمان، بين المستضيف الالماني ار بي لايبزيغ والضيف الانجليزي مانشستر سيتي في الريد بول ارينا في خامس طبعا في ذهاب ثم نهائي الشامبيونز ليج، خامس البطوله الالمانيه في مواجهه وصيف البطوله الانجليزيه. الفريقان من الغرائب تفصل بينهما بيب جوارديولا. هذه كره وسط جريليش رياض محرز لايبزيغ. هذه كره اخرى وسريعه ممتازه المانيه بالرجوع، واخذ اندري سيلفا التسدي من شلاكر يوزع التسدي من كرة رياض محرز عدت على اندري سيلفا والراية على البرتغالي. نقترب من ربع ساعة لعب منذ بداية المباراة. لا جديدة يذكر لقد يوزع رياض يوزع بالراس روبن دياش مرة أخرى والراية على دانييل سيلفا اندري سيلفا البرتغالي الالماني. تصويب من رودري بعيد، رودري الاسباني النجم السابق لاتلتيكو مدريد. ليش والمخالفه وينو رياض محرز او إلكاي جوندوجان. واحد محرز يسدد الجدار يستقبل برناردو سيلفا والمخالفه كايل وولكر والتصدي من هولشتنبرغ. رياض محرز عائد من التسلل وبعيد عن الدفاع يسترجع الالمان بالراس هولشتنبرغ وتبدا يا محرز جول فانا رياض احرز لا يتكلم الا بلغه الفوز. رياض جول يا ناس، رياض القناص يا ناس بالاختصاص. رياض جول ما رحموش رياض. كرة من جريليش ومحرز بالقوة الضاربة يغارد الحارس بلا سويش ويوخ ويرجع فورسبيرغ او شلاكر يحط الكرة في الركنية. كلاسترمان وإصابة جريليش. ثاني القائم الثاني رودري الاسباني في القائم. جريليش تصويب قوي وبيجرب الحارس بلاسفيش. جريليش والركنية لا يمر مع كلوسترمان وبالراس رودري مرة أخرى. قامة كبيرة رودري، أداء رائع، استقرار على مستوى. السلام عليكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة ترندي زاد في كل مكان. إن كنت أول مرة تشاهد قناتنا فلا تنسوا أحبابنا في الله الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك على الفيديو حتى يصلكم كل جديد أولا بأول ومن دون عناء البحث عليه. فما لاحظناه متابعينا الكرام أن 70% من المشتركين لا تصلهم فيديوهاتنا بسبب عدم التفاعل مع الفيديوهات وعدم الاشتراك في القناة. لذلك فضلا كثيرا منكم اشتركوا في قناتنا ودعمونا بلايك على الفيديو حتى يصلكم كل جديد أولا بأول ومن دون عناء البحث عليه. إذا متابعينا الكرام تابعوا معنا مباريات دوري أبطال أوروبا لنهار اليوم. هذه هي النتائج الظرفية لمباريات لنهار اليوم، حيث يواجه فريق انتر ميلان الإيطالي فريق بورتو البرتغالي. لحد الآن النتيجة تشير إلى التعادل السلبي مع الفريقين مع سيطرة شبه طفيفة لفريق بورتو. أما المباراة الثانية فتجمع ما بين فريق لايبزيغ من ألمانيا مع فريق مانشستر سيتي من إنجلترا. لحد الآن
فريق مانشستر سيتي متفوق على الفريق الألماني ب1-0. فريق مانشستر سيتي سيطر بشكل كامل على هذه المباراة، وقد استطاع نجمه رياض محرز من تسجيل هدف التفوق من خلال تسديدة رائعة في الشوط الأول. لحد الآن مانشستر سيتي يقدم أداء عالميا في هذه المباراة. إذا متابعينا الكرام، هذه هي مختلف نتائج نهار اليوم لدوري أبطال أوروبا. إن أردتم مشاهدينا الكرام مشاهدة المزيد من الفيديوهات حول أخبار المنتخب الوطني الجزائري ومحترفين وجل الدوريات الأوروبية، فما عليكم سوى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك على الفيديو حتى يصلكم كل جديد أولا بأول ومن دون عناء البحث عليه. ولن نبخل عليكم بأي جديد إن شاء الله. قناة ترندي زاد، موطن الأخبار الحصرية. تابعونا أحبابنا في الله حتى يصلكم كل جديد على قناتنا.